الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم. الو. الو، شلونك محمد؟ تمام الحمد لله. يا ريت لو تحلي لي صوتك عزيزتي. وياك إمارة. إمارة لو تمارة؟ لا، إمارة. إمارة. شلونك يا إمارة؟ إن شاء الله بخير. الله يخليك، الله يسلمك. الله يسلمك عزيزتي. إيه احكي لي. أنا صار هواية اتصل عليك وبالقول يلا حصلت. الحمد لله والشكر. حصلتينا اليوم؟ اي والله الحمد لله. إيه؟ مهند أريد أحكي قصتي. احكي قصتك. أريدك تنطيني رأيك. تمام. أنا عمري 25 اها. وعندي 3 أطفال. حلو. تزوجت عمري كان 15 سنة. تمام. المهم إنه أهلي جبروني على هذا الزواج. أي نعم. وإنه صارت مشاكل بيني وبين زوجي. طلقت من عنده مرتين. شلون؟ طلقت من عنده مرتين. تمام. وهسه يعني تقريبا صار لي 2 عند أهلي. وجهازي صار 2 ما أشوفهم مع أبوهم. إنه ما يخليني أشوفهم. هو إلي حق إنه أنا أخذهم، بس أنا والدي توفى، أموري تعبانة وظروفي كلش تعبانة. وباكر محكمة إنه طلاقي الثالث من عنده. ألو. وياك. وانت ايش تريدين؟ أنا أريد إنه أنا بس ينطيني أطفالي. هو دا يسمعني. هو دا يسمعك؟ أي يسمعني. متأكدة؟ أي. خليني أحكي وياكم اثنيناتكم. انتوا تعرفون ايش دا تسوون لو ما تعرفون؟ إنه رجع بعد ما ترهب. ماكو شيء اسمه ما يرهم. خليني احكي لك شيء. تعرفون ايش دا تسوون لو ما انتوا تعرفون؟ تعرفون شنو يعني طفل يكبر لو امه مو موجوده لو ابوه مو موجود؟ زين أنا مالي ذنب إنه أنا هم كانوا عندي. أنا هذول يعني مرتي ما تقلدت من عنده إنه هم عندي الأطفال، وبلا ذنب إنه أطلق بدون أي ذنب. يجي وأني اللي أرجع، أني اللي أخابره، وأني اللي أقول له تعال رجع. إذا كان مستعد يرجع ايش ترجعين أنت؟ لا ما يقبل. هو ما يقبل. بس أنا دا أسأل السؤال. إذا هو وصل لمرحلة وقال لك يابا أنا أريد أرجع، ايش ترجعين له لا؟ ترجعين ما؟ حترجع لي أرجع. هو دا يسمعنا هسه؟ أيوة. سعيد جدا باتصالك عزيزتي. خليني أحكي ويا فدوه. يا مليون هلا مرحبا. تعرف لو ما تعرف؟ تعرف ايش راح تسوي لو ما تدري؟ تعرف انت حتى ما محتاج كلام من عندي حتى اني احكي وياك واقول لك وهاي زوجتك واطفالك وراح يكبرون ما محتاج هذا الشيء. انت محتاج تصفن ويا روحك ولو 5 دقائق بس 5 دقائق. اولا الله خلق النساء حتى يحتمن بينا مو حتى نكسرهن. ثانيا كل المخلوقات الحية بالكون، وأنا أحاسب على هاي حكايتي، كل المخلوقات الحية بالكون تدافع عن صغارها، تأمن لهم الأكل، المكان، العائلة، الألفة. كل المخلوقات الحية مو بس الإنسان. خلي روحك بمكان إحساس ابنك أو بنتك. خلي روحك بمكان طفل كبر وملقى بنية يقول يمه، وانت تعرف كل الزين بأنه ماكو مشكلة ما تنحل، وتعرف كل الزين بأنه اكو كلش مساحة كبيرة بأنه تتراجع عن قرارك، وتعرف كل الزين بأنه إذا تراجعت هذا أحسن إلك. بس ايش لازم قرارك ولازم حكايتك حتى إذا كانت خاطئة. فاللي أتمناه من عندك إذا أنت تسمعني هسه، كل الحكي اللي أنا حكيته عوفه على صفحة واصفن يا روحك 5 دقائق بس.